السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى الغدوة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي مكرونة محمرة، وعملت كبدة شرايح، وكبدة كمان اللي انتوا هتشوفوها دي بصل وفلفل الوان بحمره كويس جدا. والكبدة بقى قطعتها شرايح كده وبشوحها على اساس ان هي تاخد صدمة، وبعد كده احطها على الخضار اللي انا عاملاه ده. طبعا ده بصل وفلفل الوان. بصوا بقى تستوي بقى منها فيها، غير بقى الكبده الاسكندراني ما بيتحطلهاش فيها بصل. فانا عملتها بالطريقه ديت عشان انا كمان هعمل جنبها مكرونه محمره وهتبقى حلوه قوي. كده بسيبها تستوي مع نفسها من غير ما احط ميه ولا اي حاجه. البصل بيبقى بينزل كده ميه كده، والكبده كمان الصوص بتاع الكبده هيسويها، وكل حاجه طبعا مستويه، بس انا بسيبها عشان ياخد لون كده يبقى حلو قوي. وبعد كده اتبلها واوريكم بقى شكلها يبقى تحفه وطعمها خطير. بصوا بقى عامله ازاي، ايه رايكم؟ دي كده بقى بعد ما استوت بقت تحفه. وكمان عملت المكرونه محمره، بصوا عامله ازاي واحده بوحدتها. وهنا كبده شرايح، عملت كبده شرايح، واللي فوق ده اللي بحب بعد ما احمرها احط دقه توم وخل وبتبقى خطيره. ايه رايكم النهارده في الغدا؟